تفتكر إيه شعورك لما كل أحلامك تتحقق قدام عينيك وفجأة كل حاجة تتسحب منك في ثانية؟ في يوم من الأيام كنت بنت بسيطة جدا من حي شعبي صغير، حياتي كلها كانت دراسة وشغل على قدي. ما كنتش أتخيل يوما إن هيجي واحد زي يوسف في حياتي. يوسف كان الشاب اللي أي بنت تتمناه، مهذب هادي ناجح في شغله في مجال الهندسة المعمارية، وأخلاقه تخلي أي حد يحبه. الغريب ان هو اللي اتقدم لي رغم اني ما عنديش لا جمال ولا مركز زي باقي البنات اللي حواليه. كنت بقول لنفسي معقوله انا هو شايف فيا ايه؟ قال لي وافقوا بسرعه، ويوسف عمل لي فرح بسيط بس شيك جدا. كان بيهتم بيا بطريقه ما شفتهاش قبل كده. كان كل يوم يصحى يصلي الفجر في الجامع ويرجع يقظني للصلاه بحنيه ويشجعني اقرا القران. لو عرف اني خلصت جزء كان يفرح ويخرجني يتمشى ويجيب لي ورد. بقى جزء من يومي، جزء من حياتي، بقى كل احلامي. بعد 6 شهور في يوم عادي جدا يوسف نزل الفجر زي كل يوم. أنا كنت مستنية أسمع صوته وهو بيأذن زي العادة. سمعت بداية الأذان لكن عند نص الأذان صوته اتقطع. استغربت، وبعد ثواني سمعت صوت مختلف بيكمل الأذان. قلبي وقع من مكانه. الدقايق وعدت عليا كسنين، وبعدها سمعت في ميكروفون الجامع صوت بيقول: ندعوكم للدعاء للمهندس يوسف الذي توفي أثناء الأذان. الدنيا اسودت قدامي، ما حسيتش بنفسي غير وانا في المستشفى، اهلي حواليا دموعهم نازله. الخبر كان زي الصاعقه. من يومها وانا حاسه ان الدنيا وقفت. ما بقتش افكر في الجواز ولا في اي حاجه. كل اللي بعمله ادعيله، بقول اللهم اجمعني بيه في الجنه. دي حكايتي، حكيتها لكم، يمكن دعوه منكم توصل له.